بعد ما رشيل وافقت على طلب جين بان يكونوا في نفس الفريق، وقتها وهم ماشيين قالت له انها عايزه تقول له حاجه، هل هتنضم لفريق مختلف؟ قال لها طبعا، لانه عرف انها بتتكلم على يون. وقتها جين هوسيون شكره لانضمامه ليه، وقال له بكل صراحه انه كان عايز مشاركته دي، وانه بيعبر عن سعادته جدا. اما جين اللي مرضاش يقول حاجه، فاصلا هو انضم للفريق ده بس لان رشيل فيه. وبعدها جين هو قال لجين ايه رايك نتناول الطعام مع بعض، حاجه نقوي بيها صداقه الفريق. معاهم في الفريق شخص اسمه جيو وتومر اللي جين قلقان منها، لكنه قال ان كل حاجه هتبقى على ما يرام لانه هيحط عينه عليها. جين وراشيل وافقوا على طلب الطعام، واما جين هو سالها عن الاكل بالظبط اللي عايزاه، قالت له اي حاجه هتفي بالغرض. جين بيقول لنا ان مش صعب ارضاء راشيل حينما يتعلق الامر بالطعام. في الوقت ده يون الناحيه التانيه بتكلم هازوكي، وذكروا ان هيكون في الفريق بتاعهم واحد مدافع وداعم مساحر، وهازوكي قالت لها ان ده هيكون مزيج رائع. ويون اتفاجئت اما لقيتها بتسالها عن جين، ادعت عدم الاهتمام، وعشان تبعد عنها الشكوك قالت لها ان لو عايزه تجيبه ممكن تعمل ده، وانها حاسه بالاسى عليه من اعضاء الفريق اللي معاه، كلهم حفنه من متشردين بخلاف راشيل. عموما خلينا ما نكترش التفكير ونقدم قائمه الاعضاء زي ما هي كده. وهازوكي شكرتها على عملها الجاد. استلقت على السرير لكنها ما كانتش عارفه تنام، وقالت ان لو كانت عارفه ده من البدايه لكانت احضرت جين معاها بدري. عرفت انها اترددت من غير سبب، وده خلاها تخسر قصاد راشيل، وبرضه لسه فاكره النزال اللي خسرته قصادها. فضلت منزعجه شويه، وبعدها سرحت بتفكيرها وخافت لحسن تخسر مره تانيه. بعدها بنلاقي ان اختبار الفرق بدا، والاستكشاف هو اول درس للفريق. وفي العاده في مرحله الاستكشاف الفريق المتقدم بيدخل الاول عشان يتعرف على المنطقه الداخليه، وجين بيعرفنا ان ده هدف فرقته النهارده. جي بيقول لجين انهم مشوا بالفعل 20 دقيقه، وجين هو سال جين لو انه حاسس بالبرد، وراشيل اتفاجئت من اللي شافته. فهم لقوا قدام منهم 5 مداخل، اتحيروا شويه في معرفه الطريق اللي المفروض يدخلوا منه. واما تومر شاورت لهم على ناحيه، جين على طول رد عليها وقال لها لا. سالته ازاي متاكد ان الاتجاه اللي حددته مش هو الاتجاه الصحيح، وهو في سره قال ازاي اكون متاكد، اللي بتحاولي تعمليه واضح جدا، بتحاولي توجهينا الفخ. فرد عليها وقال لها انه عنده عيون جيده وان ده مش هو الطريق الصحيح. تومر وقتها بصت لراشيل باعتبارها قائد وسالتها عن رايها في الاختيار، واتفاجئت لما لقيتها بتقول لها انها هتاخد بنصيحه جين. التفتت الناحيه الثانيه وهي بتتمهد، وقالت انها حاسه ان اختيارها هو الاختيار الصحيح. اما جين فكان باين انه متضايق منها جدا. مشوا من الممر اللي جين اختاره، ولقوا قدامهم كائن اليتي، وبقيه الفريق عرفوا ان جين كان على حق رغم تدخل جين كذا مره ضد قرارات تومر، الا انها ما وقفتش محاوله وفضلت بكل الطرق تحاول تفصل وتبعد راشيل عن الفريق. ولكن جين ما خلاش ده يحصل، وهي بص عليه مش فاهمه ازاي بيعرف يلاقي الطريق الصح دايما. حست بغضب شديد وفكرت ازاي مش عارفه تاخدها بالقوه. سيده راشيل انت لازم تيجي معايا، فاحنا لو اتقسمنا الفريقين اكتشاف المكان هيبقى اسرع من الاول. وقتها جين اتدخل مره تانية، قال لها ما عندناش وقت نضيعه وان اختياراته دقيقه جدا، وكمل ماشي ساحب راشيل من ايديها. وتومر اللي ندهت على جين سالته عن مصدر ثقته، وفي اللحظه دي فعل قدرته الاستبصاريه وعرف الطريق المؤدي للنهايه. كل ده ما كانش رد على سؤالها، ولان كان ساحب راشيل معاه ده خلى بقيه الفريق يلاحظ، وواحد منهم سال بحماس لو ان في مشكله، والتاني رد قال له في فعلا. وقتها لقوا المدرب هيوك، وراشيل اللي ندهت على جين وسكتت بعدها اخد باله انه كل ده ماسك ايديها، فساب ايديها بسرعه وتاسف لها، وهي قالت له لا داعي للاعتذار. بعدها المدرب هيوك اخد من راشيل تقرير الفريق، وبعد ما قرر شويه وهو مبتسم باللي حققوه قال لهم ممتاز ومدحهم جدا على عملهم. واثناء كلهم فرحانين باللي حققوه والفريق قال ان هم هيثقوا بجين من اول دلوقتي، بنلاقي تومر واقفه بعيد عنهم ووشها كله ممتلئ بالغضب. رجعت افتكرت وقت ما حصلت على المهمه، فتقال لها ان الهدف هو اصابه او اضعاف راشيل، وعرفها ان ده مش هيكون صعب لان المديرين التنفيذيين في المكعب واللي اتسللوا للشركه في وقت سابق كانوا واعديننا بالتعاون. حاولي بس تبعدي راشيل عن نشاطها اليومي والعميل اللي احنا بعتناه هيتكفل بالبقيه. وافقت على المهمه بثقه قايله انهم مجرد اطفال وان ده هيكون سهل جدا. ودلوقتي في الحاضر بعد ما افتكرت كل ده قالت ان في هراء بيحصل لكنها مش عارفه تحدده. اتبعت لها رساله واتسالت فيها عن سبب تاجيل المهمه، وهي انزعجت لان عدت مده طويله من وقت بدء المهمه. عماله تظهر متغيرات قدامي، وكل ما حاولت احقق حاجه جديده هو بيظهر زي الشبح قدامي ويوقفني. دايما بتسكع حوالين راشيل بعد الفصل، وازاي الشخص صاحب المرتبه 334 يكون ممتلئ بكل الثقه دي. بس ثواني، هل ممكن يكون جين مهتم بالاميره راشيل؟ لحظه لحظه لحظه، في الواقع انا شكلي هبالغ شويه. انا ممكن انشر شائعات ان جين بيحب راشيل وبكده هيبعدوا عن بعض بشكل طبيعي. وتومر شافت انها بالطريقه دي هتنهي المهمه بسهوله، لكن فكرت ان عشان تعمل ده الاول لازم تتعرف على كل اعضاء الفريق. بعدها في المكعب في حصه نظريه المعلم انتهى من الدرس وقال لهم ان الاسبوع القادم هيختار كل فريق زنزانه صغيره وهتقدموا الخطه الافضل لاقتحام الزنزانه. جين كان قاعد ومبسوط على الاخر، وده لان رشيل صاحبه المركز الثاني بالامتحان الكتابي وجين في المركز الاول، وهما الاثنين معاه في الفريق. قال لجين وقتها انه واثق فيه، وجين قال له مش قوي كده. فعبر جين على ان جين شخص متواضع جدا وهما بيلموا حاجتهم عشان يمشوا. جين سأل رشيل لو انه ممكن يقسموا ادوارهم النهارده في المقهى قبل ما يمشوا، فوافقت وقالت له لا مانع. وفجاه تومر قالت خلونا نعمل ده. وقت تناولنا بعض الكعكات ظهورها المفاجئ صدمه، وبعدها سالها عن اللي بتحاول تعمله. ايه اللي تقصده؟ انا بس فكرت في تقويض صداقتنا. بص عليها وهو مش مطمن لانها بقت نشيط على فجاه بشكل مريب، وخدت بقيه الفريق عشان يروحوا المطعم الحلوى. انت مثيره للشبهات، لن ارفع عيني
كنايه عنكي. ما عداش كتير ووصلوا للمقهى، ومع ان جين اتفحص المكان والسطح وما لقاش اي فخاخ، لكنه مع ذلك ما كانش حاسس بالراحه. والاميره رشيد بدات توضح له الادوار، 2 مننا هيهتموا بمواعيد الزنزانه و2 هيقدروا تركيز المانا. وجين بعدها طلب منهم يبعتوا له نتائج ان هو الشخص اللي هيجمعها ويسلمها. تومر وقتها قالت لهم كفايه كلام عن المهام، وجين عبر عن سعادته بوجود جين معاهم، وقال لهم انه كان قلقان بخصوص المشروع الجماعي. وانت يا جين درجاتك ممتازه واصبحت قادرا على التميز في المعارك. جين قال له مش للدرجه دي، وان اللي بيعمله حاجه عاديه. وتومر فكرته انه استقبل عرض من نقابه مشهوره، وان رغم ده باين انه شخص متواضع. وقتها رشيد سحبت قميصه بلطف وسالته بهمس هل العائله البريطانيه اتواصلت معاه، وهو قال لها ما يعتقدش. حاولت تنعش ذاكرته وما قالت له انها تقصد نقابه ملكيه بانجلترا، وهو الف في عقله شويه وبعدها قال لها مش فاكر، استني خلينا اتاكد. وفعلا فتح البريد ولقى رساله موجوده، وقال لها انه ما كانش يعرف لان في العاده ما بيتفحصش البريد الخاص بيه. اما قرأ الرساله لقى ترحيبي بشكل رسمي، ونصها بيقول ان الراتب السنوي 100 مليون وون غير العناصر المضافه. العرض ما عجبش جين، فهو شافه عرض بدائي لشخص مبتدئ. وما جين اخدت بالها من تعبيره طلبت منه تلقي نظره، لقيت ان الاضافات غير مذكوره، وبسرعه قالت له ما يكملش قراءتها، وقالت ان لازم تمشي دلوقتي. تومر راقبت كل اللي حصل، وطبعا ما كانش عايزاها تمشي لانها جايه هنا عشانها. اما جين فكان مستغرب من رد فعل رشيل، وفكر لو ان في حاجه غلط قالها. تومر وقتها لاحظت ان جين باصص على رشيل، ففكرت تنفذ جزء من الخطه. سيد جيو، الا تظن بان جين يحب رشيل؟ بعدها المشهد بياخدنا لصاله الالعاب الرياضيه، وهناك جين كان بيستريح شويه بعد التمرين الجسدي، وكان مرهق جدا لدرجه انه ما كانش بيمتلك الطاقه لفتح المشروب. وفجاه لقى حد بيفتح حاله، بص عشان يشوف مين اللي واقف وراه، ولقى يون بتنده عليه وطلبت منه يتكلموا اللحظه. مشروع فريقنا هو دينجون سراعيف هونغتشون، وكنت بتساءل لو انك عارف حاجه بخصوص ده. معقوله اخترتي اصعب زنزانه؟ وهي قالت له انها ما عملتش ده بقصدها، وقالت له ان الساحر سيء الحظ. فضل مصر على قراره، فضل يقول لنا نثق فيه وان هو عارف اللي بيعمله. وجين فكر لو انها بتتكلم عن الساحر سين، فاكر انه شخص جيد جدا لكنه متفاخر، وكان دايما على طول بيقول انه يقرب للساحر ذو 7 نجوم يونجو. وجين فكر يون ان كل ما كان الاختبار اصعب كل ما الدرجات كانت اعلى، وسالها لو ان هو نفس الشخص برضه اللي هيسلم المشروع. قالت له هو فعلا، وما سالته عن سبب سؤاله امرها بسرعه تستبدله بشخص تاني. ده شخص شديد التباهي، وما افتكرش ان كلامه هيكون رائع اثناء العرض التقديمي للمشروع. لو سبت العرض لشخص زي ده هتلاقي المكعب انهار، وهينهار المجتمع معاه، غير ان هيحصل تدهور في التقييمات. وخليك عارفه ان كلامي حقيقه مؤكده. قالت له انها لو كانت عارفه ده من البدايه ما كانتش قبلت على انضمامه. اقترح عليها حاجه وقتها، وهي ان تسيب العرض التقديمي لهازوكي، قايل لها انها هتأديه بشكل جيد. يون قالت له انها عايزه تعمل ده، لكني مش عارفه هل هيتحمل القرار ده ولا لا. وارتبكت شويه وهي بتفكر في اللي المفروض يتعمل. المحادثه بينهم كانت وديه شويه، وكانهم اصدقاء من زمن بعيد، ولان بان انهم هما الاثنين بيفكروا في نفس الحاجه. يون التفتت الناحيه الثانيه قايله له انها هتمشي، وطلبت منه يعمل بجد، وهو اكد لها انه فعلا هيروح عشان يكمل رفع الاوزان. عدى الوقت، واثناء ما كانوا في يوم تقديم عرض المشروع بنلاقي ان الساحر سين هو الشخص اللي بيقدم مشروع فرقه يون، وكان باين جدا انه مش عارف يتكلم. وجين كان شايف ان اللي بيحصل شيء مريح فعلا، وده لانهم في النهايه ما غيروش مقدم المشروع الخاص بيهم. ويون شعللت من شده الغضب. وقتها سين جالهم واعتذر وقال لهم انه لسه حاسس بالتوتر، كان باين انها هتهجم عليه، لكن هازوكي لحقتها وطلبت منها تهدى. اما يون ففكرت تقابله بعد الدرس لانه كان متبجح جدا. وقتها ندهوا على الفريق اللي بعده، وطلع ان جين هو اللي هيقدم المشروع. اتفاجئت جدا لما شافته، وده لانه يلبس نظارات على غير العاده. وجين بعد ما قال المقدمه بتاعته قعد يشرح عناصر المشروع وتفاصيله، وذكر نقاط عديده كانه اتفحص كل جزء في الزنزانه. يون انبهرت جدا بيه، فكان واضح انه بارع جدا وعارف اللي بيقوله. وقتها المعلمه قالت له استنى، خليني اطرح عليك سؤال، ازاي ممكن تخمن التدفق العكسي للسحر بقدره الحصان بهذه الدقه؟ وجين بعد ما ابتسم بدا يتكلم، والطلاب كلهم اذهلوا من تفسيراته الدقيقه والواضحه. اما يون اللي كانت عارفه انه شخص ذكي ما كانتش متوقعه انه كمان هيقدم عرض رائع زي ده. بكده جين انتهى من العرض التقديمي، ومش بس رشيل هيطلع براحته، ده كمان بقيه الفريق كانوا فرحانين جدا بيه. اما يون فلمحتهم بعينيها ورجعت بصت قدامها تاني من غير ما تقول اي حاجه. عدى اليوم وانتهى العرض التقديمي، ورشيل قالت ان غدا عطله نهايه الاسبوع، وبعدها هم بره بيودعوا بعض. جين سمعها بتقول له استنى، وطلعت اوراق وطلبت منه ياخدها. كان لسه مش فاهم اللي عايزاه، وهي وضحت له ان ده عقد ابتدائي للنقابه الملكيه، وانه افضل بكتير من الشروط اللي عرضتها عليه في وقت سابق. وفي الواقع انا اللي كنت طلبت من النقابه الملكيه تتواصل معاك، لكنهم اساءوا الفهم وحكموا عليك من خلال الرقم التصنيفي، لكن اتمنى تاخد الامر على محمل الجد. بعد ما خرجت اللي جواها وقالت اللي قالته، حست انها عملت انجاز عظيم. وبعدها وهي ماشيه راحت لغرفه تغيير الملابس، وما كانت لسه هتفتح الباب سمعت حد بيتكلم جوه. هل سمعتوا عن الشائعات اللي بتقول ان جين بيحب رشيل؟ فاتجمدت مكانها لان صوتهم كان عالي جدا، وتحديدا لما سمعت حد بيقول ان جين هيعترف لها قريب، وده صدمها اكتر من الاول. اتضح ان اللي بيتكلم جوه 2 من طلاب الصف، ورشيل قررت تدخل غرفه تغيير الملابس عشان تعرف مين اللي طلع بالاشاعه الكاذبه دي. وقتها اترددت تاني، فرجعت وخبطت في حد وراها. طلعت يون ومعاها يو وسالتها عن اللي بتعمله. رشيل قالت لها ولا حاجه، لكن يون كانت تقصد انها دايسه على رجليها، ورشيل اعتذرت لها ووسعت بسرعه. اما يون فدخلت والانزعاج باين عليها، وفي اللحظه دي
رشيل قلقت جدا، وده لانهم كانوا جوه لسه بيتكلموا عنها وعن جين. ما كانتش عايزه الشائعات تنتشر اكتر من كده، وفتحت الباب عليهم لحسن تلاقي نفسها في موقف محرج. فعلا كانوا لسه هيحكوا ليون ويو، لكن لما لقوا رشيل قدامهم مشي على طول في ارتباك، وعرفوا يون انهم في عجله من امرهم. الفضول كان واكلها لانهم قبلها ذكروا لها اسم جين، ومع انها قعدت تنده عليهم لكنهم طلعوا بره بسرعه. ورشيل حست بالراحه شويه. اما يو فقالت: انسه رشيل، بالتفكير في الامر انت مع جين في نفس الفريق. ورشيل سالتها عن الشخص اللي تقصده، ويوم بانزعاج قالت لها انها تقصد جين، واشارت ليو باستخفاف انها بتدعي نسيان اسمه. لكن يو قالت لها ان كلامها هراء، وانها طبعا فاكره اسمه. رشيل لسه ما كانتش عارفه اللي يو عايزاه منها، ويو قالت: عامله نفسك مش عارفه، انا بتكلم عن خبر اتصال النقابه الملكيه. وقالت لها ان الشائعات منتشره في كل مكان، وقالت لها انها مش قادره تصدق انها استعملت تذكره الاتصال الثمينه لاجل صاحب المركز 334. فيا ترى هل في تفسير تاني غير ان النقابه الملكيه فقدت عقلها، او ربما لك انت يد بالامر؟ اتوترت الاجواء ما بينهم جدا، ويون اللي ما كانتش عارفه اللي بيحصل طلبت منهم يقولوا لها عن اللي بيتكلموا عنه. رشيل وقتها ردت على يو، قالت لها انها مش عارفه اللي بتحاول تقوله لها، وان حتى لو كانت عملت كده فمع ذلك الاتصال المسبق هو حق مشروع متفق عليه. يو قالت لها انها كانت بتمزح معاها، وبعدها قالت لها من الافضل ما تهدرش الامتيازات اللي بتمتلكها بلا مبالاه، فانت عارفه مش من الجيد صنع العداوات. وطبعا واضح جدا ان كلام يو تحذير وتهديد صريح جدا لرشيل. ورشيل نفسها كانت عارفه ان يو اتكلمت مع جين بخصوص نقابتها الاول، وباختصار فهمت من كلامها انها ما تحاولش تستهدف هدف هي حاطه عينيها عليه. وفي الاخير رشيل فكرت ان لو جين رفض فهي مش هتفضل متمسكه بيه. اما يو فكانت متاكده ان رشيل هتتراجع بنفسها لان تحذيرها الخفي كان واضح بالنسبه لها. قالت لها: القدر جلبنا هنا، وايه رايك نتناول وجبه ليليه خفيفه في غرفتي؟ واتصدمت لما سمعت رشيل بتقول: انا لن اتراجع. ولو دخلنا جوه عقل رشيل بنعرف انها مش عايزه تخسر قصاد يو. راحت لغرفتها فعلا، والاجواء باين انها مش مسالمه، ويون من نظراتهم لبعض حست انهم بيتكلموا تخاطريا. يو فكرت ان الكلمه اللي رشيل قالتها في الخارج كلمه خرجت من غير قصد، وعشان تبين عدم توترها سالت رشيل لو ان تجيب لها عصير، ورشيل قالت لها لا. الاجواء كانت صامته، ولكن مع ذلك يو قامت ومشيت ناحيه الطاوله، وهي بتقول لرشيل انها عايزه تسالها سؤال: ازاي عرفتي عنه؟ ورشيل قالت لها انها اكتشفت ده بشكل طبيعي. بشكل طبيعي؟ يبقى انت عارفه سبب اخفائه لنفسه، ولا اقول لك يمكن مش عارفه؟ وعموما اصلا مش من السهل اكتشاف الامر. فكرت وقتها انها فعلا مش عارفه ماضي جين، ولا حتى عارفه عن سبب اخفائه لقوته. فقالت ليو: معرفه ده مش هتشكل اي فرق. طبعا هتشكل، ده العديد من الامور بتتغير، ونقابه مضيق الجوهر اقوى من معظم النقابات الوطنيه، وعشان كده المعلومات. ورشيل قطعتها قبل ما تكمل: اللي اقصده اني بعتقد انه من الافضل التحلي بالصبر والانتظار حتى يخبرني بنفسه. اعتقد ان الامر هكذا سيكون افضل بدلا من محاوله البحث والتحري. كلامها كان يشير الى يو باصبع ذهبي، وبعدها قامت وهي بتعتذر وقالت لها لان الوقت اتاخر، وعدت من جنبها وهي بتشكرها. ويو راقبتها لحد ما خرجت بره من غير ما تقول ولا كلمه. انتم يا رفاق حقا هل ستستمرون في الحديث عن اشياء لا افهمها؟ ايه رايكم تتكلموا باللغه الكوريه؟ وقالت لي كلماتها دي مع ان المحادثه اللي دارت ما بين يو ورشيل كانت باللغه الكوريه اصلا. وقت تاني في نفس المقهى بنتين قالوا لتومر بحماس خبر ان جين بيحب رشيل، واللئيم عملت نفسها مصدومه: انت يا تومر مش عارفه لانك قاعده مع نفسك. لكن مؤخرا المكعب كله بقى عارف بالخبر ده، لكن المساكين مش عارفين ان تومر صاحبه الشائعه. وقتها البنت التانيه قالت انهم فعلا الفتره اللي فاتت دايما قاعدين مع بعض، ويمكن ده حصل لانهم في نفس الفريق. بالاضافه ان رشيل هتبقى رئيسه النقابه الملكيه بعد ما تتخرج من المكعب، فيمكن عايزه تكون صداقات مقدما. وكون ان جين بيحتل المرتبه 334 حاليا، والنقابه الملكيه البريطانيه بتحتل المرتبه 60 في العالم، ده بيخليهم مثاليين مع بعض. وطبعا الكلام ده ازعج تومر لان خطتها اصلا من نشر الشائعه هي لدفع رشيل الابتعاد عن جين بنفسها، وخافت لحسن الامور تنقلب بشكل عكسي. جت على بالها فكره تانية وهي المبالغه في حجم الامر، فقالت لهم ان جين كان بيحدق في رشيل بعيون ممتلئه بالحب الحقيقي. وأما لقت الطلاب اللي قصادها اتحمسوا عرفت ان كده خطتها هتنجح. وقتها وصلت لها رساله وفيها طلب منها تجهز نفسها يوم الاربعاء عشان في حاجه هتساعدها في المهمه. جين كان مطلع على رساله تومر من خلال الحاسوب، وقال انه كان عارف ان تومر جاي المكعب لهدف تاني غير بقيه الطلاب. في الليله الماضيه التقيت بتومر في مكان قريب، واعتقد اننا كنا نواجه بعضنا البعض كثيرا في الاونه الاخيره. وقتها وهي بتكلمه لاحظ الساعه اللي على ايديها، وبالعوده للزمن الفعلي زي ما جين اتوقع الساعه مزيفه. فهو كان لقط رقمها وفحصها من خلال الحاسوب قائلا ان عيناه لا يمكن ان تتعرض للخداع. وطبعا من المعلومات اللي اطلع عليها من خلال الساعه الذكيه اللي تخص تومر هي باختصار انها تكون في انشطه حوالين رشيل يوم الاربعاء. جين كان انفق وقتها 80 نقطه من غير ما يتوقع ايه اللي ممكن يعرفه عن الاختراق، لكن النتيجه اللي حصل عليها ما كانتش سيئه. بالاضافه ان تومر مش عارفه انها بتسرب معلومات. وقتها وصلت لها رساله جديده وعرف فيها ان يوم الاربعاء هيكون معركه افتراضيه صناعيه، ومركز الاداره هيكون بالطابق السفلي. الاربعاء يعني غدا، ووقت بدا ينفذ. ووقتها وصلت له رساله على ساعته الذكيه، والرساله دي كان مرفق معاها صوره حد كان بيطلب منه المساعده. في الناحيه الثانيه يون كانت متوتره جدا بسبب سؤال واقف قصادها، وارتبكت وضاع عقلها وسط الكتاب. كانت جابت كتاب مسائل من اجل الدراسه وبرضه ما كانتش عارفه تحل اول مثال. وهي دايخه كده وحاطه ايدها على راسها من الصداع بصت على رشيل وتفحصت
لاحظتها، لقيتها بتبعت رسالة من خلال الساعة الذكية، وكان واضح جدا ليون إنها هي كمان بتواجه بعض الصعوبات. فكرت إن لو جين معاها كان زمانه أنهى السؤال بلمح البصر، وجات على بالها فكرة تانية، ليه ما تواصلش معاه؟ وقعدت تتخيل الطريقة اللي هتسأله بيها، وأولهم كانت طريقة الأمر الممزوجة بالذم، وتاني طريقة هي الإغواء والمكافأة، والطريقة الثالثة مبنية بشكل كامل على المدح والاعتراف. في الأخير اتخلت عن الطرق الثلاثة وطلبت منه يساعدها بلطف، وكلمت نفسها قايلة إنها انتهت من كل حاجة تقريبا، وإنها بس بتسأله تحسبا. وطبعا المشاكسة بتضحك على نفسها. عدت 20 دقيقة ولسه ما ردش عليها، وده استفزها شويتين. على فاكر اللي انت بس اللي اقدر اساله. وهي مش جات لها رسالة، عرفت مصدرها فحطت الشنطة وهي بتضحك. اما جين في الناحية التانية فقال ان الامر استغرق وقت طويل من يون لحد ما تفهم الامر، ولكن زي ما حصل في العرض الاخير للمشروع هي فعلا بتبذل جهدها في كل حاجة بتعمل عليها، وفي المستقبل هتبقى بطلة افضل من اخيها. لكن ثواني، انا نسيت لفترة من الوقت، واكيد حصل لان اعتدت على الحياة هنا. الاخ تشي اتعرض للاصابة من كائن شيطاني، وحاليا هو فاقد الوعي، وبنعرف ان بعد فترة انتهاء الحضانة هيتحول على طول لكائن شيطاني. وبناء على كلام جين محدش هيبقى قادر يتعامل معاه، وانا مش متاكد من المده اللي تشي هيستغرقها في النوم، وانا الوحيد اللي عارف حاله تشي، وللاسف ما اقدرش احصل على مساعده. فحتى انا بالنسبه لي مستحيل اقرب منه بنفسي الا في حاله واحده، وهي ان اكون متخفي. وقتها طلع البطاقه اللي زعيمه الحرباء اديتها له، ورجع افتكر كلماتها بحرص. بعدها بيعرفنا ان منظمه الحرباء واحده من احدث مجموعات المرتزقه، وفي الحقيقه هي مجموعه مزيفه من اجل التمويه. وانا مش عارف ليه بقيت العضو المستهدف للتجنيد بدلا من شن. وبكده طبعا اتغيرت الاحداث عن الروايه الاصليه، لكن عموما لو حصلت على مساعده منهم ممكن وقتها اقدر اتغلب على تشي. في اللحظه دي البنوته افنجل صحيت، وجيني اتاسف لها لانه ايقظها من اشعاله للضوء. تعالي خلينا نرجع للنوم مره تانية. بعدها رجع فكر في فتره حضانه البذور واللي بتكون من 5 ل6 سنوات، ولقى ان لسه سنه متبقيه على الاقل. في اليوم التالي اللي هو يوم الاربعاء كلم المدرب هيوكو الطلاب المتجمعين عن معركه البحث عن الاثار. وبغض النظر عن الكلام اللي المدرب قاله، جين بيقول لنا ان البحث عن الاثار في العادي الاثار بتكون مملوكه للبلد اللي تم اكتشافها فيه، اما في العالم ده ففي دول كتير هلكت بسبب الشياطين، وحاليا الشخص اللي بيلاقي الاثار في الارض الخاليه بيبقى هو الملك. ومن اجل الاستيلاء على الاثار بعض النقابات بتقتل الشياطين، وده كله يدعى بمعركه الاثار. فباختصار هو تدريب على وضع القتال الحقيقي. المدرب هيوكو وقتها قال لهم ان حجم موقع البحث عن الاثار كبير جدا، وان موضوع اليوم هو صراع الفرق، اما نظام القياده وكيفيه الاتصال بالزملاء وموقع الاثر غير معروف، فانتوا لازم تحكموا على الوضع بنفسكم. وقال لهم ان التمرين بيتضمن فريق باللون الابيض مكلف بالدفاع، وفريق باللون الاسود المكلف بالهجوم، وفي حاله التعرض لاصابه جديده او في اللحظه اللي هيستسلم فيها الطالب هيعتبر مطرود على طول. والان وبمجرد ما حرك صباعه جين وبقيه الطلاب كلهم ما عادوش شايفين اي حاجه، طلب منهم كلهم يهدوا وان اللي عمله هو سحر تقييد، وعرفهم انهم هيروحوا لاماكنهم مغمض العينين، ومشوا وراهم بيخبطوا في بعض. بنعرف من جين ان لو المرء بطل متوسط المستوى فهو مش هيواجه مشكله في حجب اعين عدد كبير من الاشخاص، ولكن حاجه زي دي ملهاش تاثير علي انا صاحب عيون الالف ميل. عندما تفكر في مكان البحث عن الاثار غالبا ما تتخيل سردابا، وده اقرب لمكان تحت الارض بيستعمل التكنولوجيا المتطوره. بيقول لنا بعدها ان في 15 شخص موجودين في الطابق الاول، وفي الطابق الثاني 25 شخص، والطابق الثالث 4 اشخاص بالاضافه ل 15 طالب غيرهم. فكر وقتها ان يون وراشيل هيتشاجروا فترات طويله. وقتها تساءل لو انه حاليا في الطابق الرابع، واتفاجئ لما لقى نفسه في الفريق الاسود. كان عايز يعرف موقع شين وكيم سوهو لكن ما كانش في ايده حاجه يعملها. قعد يفكر في ماهيه المكان اللي حواليه، ووقف شويه لانه لاحظ حد جاي من قدامه. وقتها سمع صوت بيأمرهم كلهم يقفوا في اماكنهم. طلع المدرب هيوك وقال لهم ان بيتم تخزين الاثار او نقلها بواسطه شخصيات حاسوبيه غير لاعبه، وان المهمه هي ان الفريق الابيض هيحمي الاثار والفريق الاسود هيحاول يسرقها. وبعدها بدا عد تنازلي من 5، وبمجرد ما وصل 1 انطلقت صفاره البدء. جين وقتها خرج المسدس بتاعه وافتكر لما عرف ان تومر هتكون موجوده في الطابق الثالث، وذكر ان الطابق السابع اقل مكان هنا. واكتر حاجه كانت مخليه متضايق هي ان يو موجوده في الغرفه المجاوره. يو واقفه قدامه هو شايفها لكنها مش شايفاه، وللاسف هي في الفريق الابيض على عكسه، واللي معناه انه عشان يخرج من هنا لازم يواجهها. وقتها يو قالت انها عارفه ان في حد في الناحيه الثانيه، سالته انت من اي فريق، وانها من الفريق الابيض. طالما مش عايز ترد فانت اكيد من الفريق الاسود، واننا نواجه بعضنا من البدايه، اكيد انت مش شخص محظوظ ابدا. ويا عيني بمجرد ما الباب اتفتح اتصدمت، فهي اكتشفت ان جين هو خصمها. سكت شويه من غير ما حد يقول ولا كلمه، وجين فكر في سبب عدم مهاجمتها ليه. لاحظ عليها التوتر وهي كانت حاسه انها قصاد كارثه. وقتها رفع ايده بشكل مفاجئ، وهي طبعا لاحظت ده فصرخت قايله له ما يحاولش يتصرف بتذاكي. انت استني، انا كنت بحاول احك راسي. مع ذلك كانت متوتره، وده على الرغم من ان سلاحه مسدس عادي، لكنها عارفه ان طلقاته مش عاديه. فكرت هل تقتله على طول ولا تبادر بالانسحاب. بصت وقتها على الممر، واما لقيته عباره عن هيكل ضيق طويل بشكل مستقيم، ادركت انها لو حاولت تجري مش هتعرف تهرب من رصاصاته. حاولت تستعيد رشدها، قايله انها يمكن بتمتلك فرصه. انا لحد دلوقتي شفت مهاراته بعيني، ودي هي فرصتي عشان اتاكد من مهاراته بشكل فعلي.